تنبيه جدا مهم، أمر يغفل عنه كثير من الناس عند الوضوء وعند الصلاة، وهذا التنبيه نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: كلنا يتوضأ إذا أراد أن يقوم للصلاة، ولكن بوضوئه هذا أراد أن يحقق شرط العبادة فقط، ولكن هنالك شيء أعظم وأعلى من هذا. اسمع ماذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: الأمر الأول، إذا أردت أن تقوم أن تتوضأ وتصلي، استشعر أنك ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، حتى يتحقق معنى العبادة بذلك وتحصل على الأجر العظيم. ثانيا، إذا توضأت استشعر أنك متبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندما تتوضأ وتستشعر أنك متبع الله سبحانه وتعالى ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، يحصل لك بذلك الأجر العظيم كما قال ابن عثيمين رحمه الله. ثالثا، قال رحمه الله: استشعر بهذا الوضوء أنه يكفر خطاياك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمعناه أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه أو خطاياه مع آخر قطرة من الماء. فلا تغفل عند استشعارك أنك تفعل هذه العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة، إذا قمت تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، استشعر أنك ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: أقيموا الصلاة. واستشعر أيضا أنك ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. عندما تحتسب الأجر في أفعالك عند العبادة، يحصل لك بذلك الأجر العظيم كما قال العلماء. أي عبادة تفعلها لله سبحانه وتعالى اجعلها خالصة لله، واستشعر أنك ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، يحصل لك بذلك الأجر العظيم.